النجم يجب عليه أن يمتلك الشعور أنه فعل شيئا فيه مساهمة، هذا الشعور بالمساهمة العالية، أنه خدم نفسه وخدم أهله، قدم شيء للبشرية للأمة، قدم شيء للدين، قدم شيء للحياة، كما يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى: إن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. كلمة قاسية لكنها حقيقية. ولذلك نحن نريدكم يا شباب أن تكونوا نجوما، أصحاب رسالة وأصحاب قيم وأصحاب إنجازات. نريد النجم الذي لديه إنجازات عالية، إنجازات عظيمة، إنجازات تترك أثر في الحياة، كما قال الشاعر: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. اتركوا آثار. انظروا إلى المتميزين في التاريخ وإلى المتميزين اليوم، هؤلاء هم الذين يصنعون الحياة والباقي تبع. هؤلاء هم الذين يصنعون التاريخ، هؤلاء الذين يصنعون الحياة ويصنعون التاريخ، ليسوا مجرد موظف عادي، حاشاكم أن تكونوا هكذا. الذي يصنع الحياة والتاريخ هم الناس غير العاديين، أصحاب المشاريع وأصحاب الإنجازات، هم الذين يصنعون الحياة. 2% فقط هم الذين يخططون لحياتهم، 2% فقط هم الذين يقودون البشرية ويقودون العالم، 2% هم الذين يقومون بالتخطيط لمشاريعهم. هذا لا يمكن أمر أن يستمر، لابد أن تزيد النسبة بينكم يا شباب، خدمة لأنفسكم وخدمة للأمة. ولذلك معظم الناس يؤثر السلامة ويعيش على هامش الحياة. هناك من إذا حضر لا يعد وإذا غاب لا يفتقد. هذا ليس من شأن النجوم. طبعا قد يكون عند الله سبحانه وتعالى في عبادته عظيما، هذا نحن لا نتكلم عن الفضل في الفضل في التقوى، نحن نتكلم هنا بالإضافة للتقوى. هل يكون لك إنجازات؟ هؤلاء الذين فهموا الدين، هؤلاء الذين فهموا حقيقة الإنجاز، هؤلاء الذين يقودوا تيارات التحديث والتغيير في المجتمع. النجم لا يترك حياته للصدف، للارتجالية. إذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل كما قالوا. خططي لخطة طموحة، لكن بشرط أنها طموحة، يعني صعبة، لكنها ليست مستحيلة. النجم حتى يؤثر في مجاله، فن، إعلام، سياسة، اقتصاد، علم، إلى آخره، وهو يفتقد خطة في حياته، هذا يجعله متناقض في كثير من المواقف. ربما يقدم حضور متميز مبهر في أحداث لكنها هامشية، ويغيب بعد ذلك عندما تنتظره الناس في أحداث رئيسية. السبب هو غياب الخطة في الحياة. أقول لكم شيء في هذه المسألة. تعرفون، عندي علامة أعرفها للذين يخططوا لحياتهم. العلامة هي الذي يعرف أن يقول نعم ولا. اللي يقول دائما نعم هذا لا يفهم التخطيط، واللي يقول لا دائما أيضا لا يفهم التخطيط. أنا إذا كنت مخطط صح لحياتي، الأمر الذي يتوافق مع خطتي نعم، الأمر الذي هو خارج خطتي حتى لو كان أمر فيه شيء مشهور ولا عظيم ولا مال كثير ليس من خطتي، لا. عرض علي مرة أني أرأس شركة للطاقة ب1,000,000,000 دولار وأكون مديرها العام، فرفضت، لأن أنا عندي هدف اني انشر فكر بين الناس، فكر ليس اي فكر، فكر ينهض بالامة. هذا هدفي في الحياة، ومشاريعي كلها تدور حول هذا. وذلك بعض الناس يمكن فيها انا يحتار، يقول انت ما هي مشاريعك؟ ما انا عندي هدف واحد، نشر فكر ينهض بالامة. ما عندي هدف اكون زعيم سياسي، ولا عندي هدف مالي، ما اريد لا اكون لا غني ولا زعيم سياسي، عندي هدف انشر فكر. ولذلك كل ما افعله يدور حول هذا، برامج تلفزيونية، تدريب، مؤتمرات، كتب، كذا. ماني ملخبط، انا عارف بالضبط ماذا اريد. فاذا جاني مشروع للطاقة مهم جدا للامة لكنه ليس من خطتي فاقول لا. اذا هذا هو المبدأ في التخطيط للحياة.